الرئيس ولا كيجي كيمشي في حتى هو بحالو كيدير الميركاتو بحال اللعاب. واللي ما جابتو محبه ما تجيبو حزار. وضحي معايا الامور، شكون اللي جا حيت لي الفرق؟ لا هادشي اللي كيديروا كاين فراقي. الكرامه ديالي قبل كلشي. ربما الاداره اصلا المسيرين سادين الباب ديال الخيرات، ما ديتو- باغينش يتزاد معاهم شي ديتو واحد. ما كندويش انا وياه دابا باش نكونوا صالحين، ما كندويش انا وياه لانه ما ازرنيش في هذا، ومن اسباب المحنه ديالي هو قول هذوك اللي في الفيسبوك كانوا هما اللي في التيران كون حنا لاباس. انا اتنفس برشيد واتمنى يواريني ترابها. ولكن انت السي البيضي النادي غارق وانت كتبقى ومتشبت باليوسفيه وما بغيتيش تخلى على الرئاسه. انا كنقول الكره غير كنبغيها وكنبغيها كما قبل هذاك الحب الاعمى. بزاف ديال الناس كيلخصوا الرياضه في كره القدم، وكره القدم في اللاعبين والمدربين. حنا في سبورت تولك ويتشيما تنقولوا ان الرياضه اشمل من هادشي كامل. هادشي علاش اختارينا اننا نقربوكم من قطاع الرياضه انطلاقا من كون سياسه عموميه، مرورا بالفاعلين والمسؤولين على تنزيل هذه السياسه، ووصولا لمشاركه مسارات متميزه ديال الناس اختاروا ان الرياضه تكون جزء من الواقع المعاش اليومي ديالهم. مرحبا بكم في البودكاست فين الرياضه غتاخذ الكلمه. اليوم معنا كضيف سي نور الدين البيضي، رئيس الشركه الرياضيه ليوسفيه برشيد. مرحبا بكم سي البيضي، نهار كبير هذا. انا جد سعيد بتواجدي معك في برنامج سبورت كويد شيماء، ونتمنى ان شاء الله نجاوبوا على الاسئله اللي ان شاء الله اللي تقنع المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله هذا هو الهدف من هذه الحلقه، نجاوبوا على الاسئله اللي كتهم الجمهور ديال كره القدم في المغرب كامل، وخصوصا الناس ديال برشيد والعشاق ديال يوسفيه برشيد. دونك سي نور الدين البيضي، حنا فاش كنسمعوا هذا الاسم كنربطوه دائما، الناس والمتتبعين كيربطوه باسم ديال يوسفيه برشيد. هاد الفرقه اللي انت كبرتي معاها وكبرات معاك في جميع المراحل ديالها. من اعتقد انت لعبتي في اليوسفيه ملي كانت كما كنقولوا ملي كانت في الحمري حتى وصلت للاضواء، حتى وصلت للبروميير ديفيزيون. شنو تقول لنا على المسار ديالك مع اليوسفيه من البدايه؟ واش نقول لك المسار بحال اي واحد كان، غير انا بحكم ما عرفتش الميول ديالي للرياضه، لانه انا ما عمر كان عندي شيء هذا، يعني سينيت في الفئات الصغرى، يعني ما عرفتش مينيم كاع دي كاتيجوري دزت منهم، لي كاتيجوري مينيم كادي جونيور ابري سينيور، دوزت واحد المرحله حتى جات 1094 هكاك 94 95 جاو الاخوان. ما كانش هذيك الساعه قانون منخرط وهذا الشيء، ما كانش. جاو الاخوان لي زونسيان وشي واقترحوا علي الفكره ديال رئيس، ومن هذيك المده وانا رئيس. كنت خليت غير واحد شي 2 سنوات ولا في اظن في 98 99، وابري من هذاك الوقت وانا رئيس الى هذه الحدود الساعه اللي انا معك. نهضروا واحد شويه قبل، فاش كنتي لاعب، واش لعبتي فقط في اليوسفيه ولا كنتي مشيتي احترفتي في؟ نو جامي. دونك بقيتي في اليوسفيه؟ بقيت في يوسفيه برشيد. ديك الساعه ما كانش عندك الطموح ديال ما كنتيش تتوقع انك غادي تشد الرئاسه، انك غادي تسير؟ لا باش نكونوا واقعيين، الكره راه ما تسلط عليها الضوء وما كان عندها حتى هذا وسهل العالم صغار مع هادشي ديال الفيسبوك وهادشي العالم صغار. بكري راه كان اسمو اقرب مدينه كتبان لك بعيده، فهمتي؟ ما كانش دابا لوبورتيني ولات عند اللعاب ولات ساهله انه يحترف. بكري افون سيتي ديفيسيل، ماشي كان صعيب شويه. اذا بقيت غير اون باراليل لانه كنت كنقرا، ما يمكنش توازي ما بين القرايه والدراسه. هذا هو. امتى خديتي التسيير؟ شمن عام؟ اخذته في 94. في 94 غادي تبقى مع اليوسفيه كرئيس. واش هاد الوقيته كامله ما كانوش ناس، يعني ما كانش داك التنازع بحال دابا على الرئاسه؟ ما كنتيش كتلقى منافسين على الرئاسه؟ ما كانوش الناس، ما كانش هاد التجاذبات بحال دابا كنظن؟ لا انا الوقت اللي اختار انا اختار في القسم الوطني الثالث، فهمتي؟ يعني ما كانش عليها الضوء، الاضواء، فهمتي؟ ولكن مني
خدمنا يعني ما نقول برشيد ما كان عنده والو ماشي غنقول راه ما كان، راه كانوا لعابه وكان، ولكن راه برشيد راه بدون القاب، راه ما كاين حتى شي لقب يعني رياضيا كان يعني فقير رياضيا. الا بغيت تقولي الخزينه ديال برشيد راه ما فيها برشيد راه ما دينا بطوله، ما دينا كاس، ما دينا حتى شي حاجه. دازوا لعابه في المستوى ماشي، ولكن كالقاب ولا راه الخزينه ديال برشيد ما فيهاش شي حاجه تذكر. فعملنا المجهود يعني هيئنا تيرانات، وانا بهذه المناسبه وكنقولها في عده مناسبات، فالفضل كيرجع للسيد رئيس الجامعه لانه صاب يعني سهر على ذاك الملعب ديال برشيد اللي تشوف هذيك الحله، لانه تقريبا يعني راه هذيك لابولوز كاع الليلات كلشي داك الشيء اللي كتشوفي في الملعب راه سي غراس لا فيديراسيون، سي هما اللي وقفوا معنا. واخا السي بايدي انت من بين الرؤساء بعدا ديال الفرق اللي الاسم ديالهم مثير للجدل، ديما في الخرجات ديالك ديما كتخلق الجدل، ديما موراك كيهضروا الناس، ديما موراك بنادم كيبقى يهضر، كيبقى يحلل شنو قال السي البايدي. انا نبغي نرجع معاك لواحد المساله اللي كنظن انها فارقه في المسار، المساله ديال التوقيف اللي كانت عندك، واللي موراها ولا بسببها غادي يكونوا بزاف ديال المشاكل في اليوسفيه. اذا ممكن نهضروا بشكل مقتضب على هذه النقطه. شيء طبيعي انه وقع اي واحد راه انسان في الدنيا معرض يعني الخطا، نقولوا نعتبروه خطا هذاك زعما اللي الهضره اللي تقالت. لا خطا، ولكن خطا ما انا كنقول شنو درت، شنو الذنب ديالي، راه حتى العقوبه الى مع الاسف ما جاتش لك، هو كيقول لك السوء هذاك دير غير السوء يعني المعامله، فهمتي؟ باش كان الحكم ما كانش، حيت الهضره اللي دارت على انه كان البيع والشراء، كان هذا هو الكلام اللي نو سي با كله يحلل اللي بغى، فهمتي؟ انا لا انا انفعلت في لحظتها، ولكن انا فهمتيش ربما بحكم السن لان الوقت طورات ولا شي حاجه، حنا كنا راه كان هادشي عادي في الملاعب، ولكن المتربص ولا التليفون ولا لا علاش ما تقوليش النيات الخبيثه؟ لانه علاش؟ لان هذاك اللي دار هذيك العمليه خبيث، لانه راه هادشي عادي كيكون في الاسواق ولا في الملاعب، هاد المحلات اللي كتكون عموميه. انا كتهضر وواحد تابع كيصور فيك هذا، لانه شي خصو يتقنن وراه غادي يتقنن، لانه خص اللي غيدير هذيك الفيديو لا خص يتحمل المسؤوليه ديالو، يقول شكون هذا باش لانه هذيك راه هذاك الفيديو انا مازال باقي اشكك فيه، لانه مصوب على المقاس، فهمتي؟ لو كنت لاح في لحظتها غتقول لي يعني اللي بغيتي تقول انه كنتي مستهدف، هذا التسجيل كان مستهدف واللي صوروا خلاه عنده حتى بدون شك. انا حتى حيد منه، فهمتي؟ هذا وهادشي اللي كنت طالبت به اللجنه اللي كنت لجنه الاخلاقيات، طالبت بانه الفيديو يتراجع بواحد الطريقه وانا ذاك، ولكن ما كنتيش كملتي العقوبه ديال التوقيف. لا بهذه المناسبه كنتوجه للاسره الكرويه، لان الاسره الكرويه لانه كيعرفوني، لان بحكم الرؤساء كلهم كيعرفوني وكيعرفوا التعامل ديالي وكيعرفوا الاخلاق ديالي، هما اللي تقدموا في الجمع العام اللي كان هي 12 دابا، كانوا تقدموا للسيد رئيس الجامعه وداروا طالب باش على اساس، لانه دائما هذه راه ماشي حاله ديالي ديال العفو اللي جاتني، راه ماشي الحاله الاولى. حنا مني كان دائما هذه من تقريبا من جينا 2008 من جينا للجامعه، كنا كل عام كناخذوا الحالات، كان ديما كيكونش داير شي ما قترفش شي ذنب شي حاجه كيتم العفو عليه، هذه ماشي جديده ولا شي حاجه. يعني ماشي انت ما كنتيش استثناء، يعني ماشي تعاملوا معاك حيت انت هذه ما بغيتش نكون واحد التريتمون سبيسيال داروه معايا. هذه داؤبت، انا كنقولها داؤبت الجامعه والجموع العامه، كان دائما كتكون هذه المبادره، يعني كيعطيو الفرصه على ولكن اكونديسيون سا سريبيت بلي. هذا هو
في هذه الفترة بالضبط كانت أعتقد اللجنة ديال تصريف الأعمال اللي مكلفة باليوسفية، وفي هذا الوقت وانت موقف كان عندك ديك الساعة قرار ديال التوقيف، درتي طلب ديال إقالة هاد اللجنة انت وواحد المجموعة كانوا 7 ديال المنخرطين أعتقد. وهذه حتى هي واحد النقطة اللي ثارت الجدل، لأنه واحد الشخص اللي ديك الساعة موقف يعني ما عندوش الحق أنه يدير واحد النشاط رياضي ولا يدخل. تنشر هذا الطلب ديال الإقالة. شنو لا التعليق ديالك؟ ولكن انا كنت موقفك من تسيير ماشي كمنخرط. ولكن المنخرط هو راه تيساهم منخرط اش كيدير كيساهم في التسيير لا بطريقه غير مباشره، راه تو كيحضر اجتماعات تيصوت يكون عنده مهام. ولكن انا ممنوع من التسيير. ولكن المنخرط ما فهمتش شنو التاثير ديال المنخرط في هذا في التسيير. ماناش في البيرو. ما كنتيش في المكتب. ماناش في البيرو. ولكن انا طونك اديرو. لا ولكن شنو المشكل اللي كان مع هذه اللجنه ديال تصريف الاعمال؟ لا تصريف الاعمال ماشي راه كاين اخوان اللي خاضوا المبادره، انا راه كنت معاهم. ماشي كنتي من بين الموقعين حتى انت؟ اي وقعت، ولكن ماشي انا اللي كتخيد، يعني ماشي اللي كتخيد المبادره. هادو الاخوان كان واحد سوء تفاهم ولكن من بعد راه فهمتيش الانسان راه في الاخر ديما يخلي واحد كما نقولوا ما يسدش الباب، يخلي راه كاين الصلح، يخلي لانه كيوقع هذوك الاخوان راه اصحابنا اليوم، غير كيوقع لانه علاش كيكونوا دخلاء. هذوك الدخلاء هو اللي كيعزز عليهم يصطادوا في الماء العاكر. مع الاسف انسان اللي ما كيكونش شويه مجرب وهذا كيمشي مع كينساق مع يعني نقول هاد الدخلاء. ولكن من بعد رحنا كل شيء رجع للرج ديالو، ورحنا دابا الاخوان. وكنظن هاد الناس اللي كانوا في لجنه تصريف الاعمال هما اللي اليوم راهم رجعوا للفرقه. الرئيس ديال لجنه تصريف الاعمال ما لا هذاك باستثناء الرئيس. لا هذاك الحاج حميد هو اللي واش هو اللي انسحب ولا تقصى؟ لا هو انسحب. لا ما تقصاش، هو انسحب بهدوء، وراه علاقتنا به طيبه، ما كاين حتى شي مشكل. لانه في هذه الوقيته هذه فاش كان التوقيف وما تلاه فاش رجعتي كان واحد بزاف ديال روايات متضاربه. كتلقى الجمعيات دير جمع عام، الشركه كتطعن في هذاك الجمع العام ولا كتدعو حتى هي العقد جمع عام اخر والمنخرطين اخرين، ولا واحد جوج ديال بحال الفريق كيسيروا جوج ديال المجموعات. وهذا الشيء اثر طبعا على الاداء ديال المستحقات ديال اللاعبين، على الترتيب ديال الفريق، على بزاف ديال الامور. كانوا محاولات ديال الصلح اكثر من مره، حتى حنا كمتتبعين ما بقينا فاهمين والو، لانه اليوم تيبانوا لك هاد الناس اللي كانوا في هذا الفريق راه هما ولاو في هذه المجموعه، وهاد اللي كانوا في هذه المجموعه ولاو في هذه المجموعه. شنو اللي خلى اليوسفيه توصل لهذا الحد؟ دابا قبيله في التدخل يعني منذ قليل قلتي هذاك التوقيف هو اللي اثر. هذاك التوقيف هو اثر نوعا ما، لانه الاخوان كان بيناتنا واحد الاحترام يعني متبادل، وكان الوقت اللي وقع لي هذاك التوقيف فصافي بحال اللي بغيت تقول ما بقاش عندك قوات. كل شيء فهمتي، كل شيء ولا باغي يكون فهمتي هو الرئيس صافي، كل شيء سالت فهمتي حتى الان. وخلى هذاك هو اللي خلى هذاك الشرخ يوقع في الفريق. حنا كنخلصوا اليوم الضريبه ديالو، لانه علاش وقعوا تراكمات. الوقت انا ملي كنت رئيس كانوا هاد الديون كنخلصوا، يعني هاد الديون ماشي نقول لك وليد ديال اللحظه ولا كانوا هاد الديون، ولكن كنا كنخلصوا مثلا القديم وجديد وانسو دو سويت. كيبقى هذاك الوقت اللي يعني حيت انا ديك راه دوزو حيت ماشي ما خلصوش اللاعبين. شنو وقعوا تراكمات، بقاو الملفات ديال النزاعات كيخرجوا حتى وصلت مليار و600 مليون سنتيم، يعني شحال 10 مليون شحال 16 مليون درهم اللي وقع. دونك راه مونطون كبير هذا، ولكن يعني بحكم واحد التجربه المتواضعه وحتى السيد رئيس الجامعه مشكور، ولا السيد رئيس العصبه الاحترافيه هو كذلك مشكور. يعني
لقينا واحد حل توافقي اللي خلصنا واحد 7 مليون ديال الدرهم اللي خلصناها باش رفعنا المنع. كنا ما غنسيبوش حتى اللعابه باش غادي نلعبوا. كنقول لك على هاد السنه خلصنا 7 مليون ديال الدرهم. كتهضر على دابا فاش رجعتي رئيس ديال الشركه الرياضيه. هي انا لجت لك لان قلت لك اودي هاد الديون فين وقع. لو كانت في هذيك العامين اللي كنت حيت انا، لو كانوا تخلصوا اللعابه فيها ما كناش غنوصلوا لهذا المونطون. كتبقى ديما غنبقاو في ديك 4 مليون درهم، هذا نغلبوا عليها 3 مليون درهم نغلبوا عليها. الوقت اللي طلع هذاك المونطون، ولكن هذا المكتب اللي كان قبل فاش ما كنتيش انت، علاش ما غاديش يخلص هاد الديون؟ واش ما كانش داعم؟ ما كانوش بعدا حاليا ما كاينش لي سبونسور عند اليوسف؟ كيبان لي ما بقى حتى شي حاجه في هاد الوقيته. شنو لا دابا لا نشرح لك عمليه. دابا راه كان المنع، واش عرفتي المنع يعني برشيد كانت ممنوعه يعني انا دير انتدابات. دونك انا حاولت دابا انت دخلتي باش ترفع المنع. ماشي دخلت انا نعطيت 7 مليون ديال الدرهم. لا انا تنهضر على قبل ما تجي انت. علاش هذا المكتب اللي كان قبل، واش هذه الفرقه ما عندهاش ميزانيه، ما عندهاش مستشارين، ما عندهاش مساهمين باش تخلص؟ تسنى حتى يجي رجع الفيضي رئيس باش يخلص لينا، باش يرفع المنع، باش نديروا انتدابات. لا حتى العصبه الاحترافيه ماشي برشيد الفور كامل مني واحد هذاك المونطون كبار، راه وصل ل 40 مليار ولا 50 يعني، ولا واحد ولا يعني ولا اللي تيج بزاف. خاضوا قرار مع الاسف انا جيت في هذاك القرار ديال المنع، فهمتي؟ ان هذه عامل اللي دار ما كانتش ما خاضتش العصبه القرار ديال المنع. بغاو باش يحدوا من هذاك النزيف، وكان قرار صائب لانه كاين الفراقي مازال برشيد عندها مليار و600، كاين الفراقي الان اللي عندها 5 مليار 6 مليار، فهمتي؟ دونك هما باش يقلصوا من هذا. وراه داير هذاك المونطون راه نزل، ما عنديش لو مونطون اكزاكت، ولكن راه سمعتو وصل لواحد 7 مليار ولا من 40 مليار. راه ديجا واحد السيكسي مشكوره الاخوان ديال العصبه والجامعه على هذا المجهود اللي داروا. لهذا خصنا نفكروا من الان، نفكروا كيفاش نحدوا من هذه الظاهره، لانها ظاهره مشينه في الحقيقه. لانه الانديه دابا حتى الرؤساء ما بقيتيش كيبان لك رئيس مثلا كتسمعي يطول مثلا انا واش نعطيك دي زيكزومبل راه حيين كاينين دابا. الرئيس ولا كيجي كيمشي في تا هو بحالو كيدير الميركاتو بحال اللعاب ولا بحال المدرب. فياك الرئيس هو اللي كيدير السياسه ديال، ولكن انت هو اللي كيجي كيلقى النادي مثقل، كيلقى مثقل مسكين ما ولكن انت السي الفيضي النادي غارق وانت كتبقى ومتشبت باليوسفيه وما بغيتيش تخلى على الرئاسه. انا غنمشي معاك دابا. الاخوان داروا استقاله ياك، دابا بني مشاو لقاو المنع مليار و600. دابا واش هذه واش تحسب ليا ولا ضدي؟ دابا انا خدت المبادره ومشيت غامرت ومشيت حليت المشكل. واش هذا الذنب اقترفته؟ لا هي تحسب لا لك. واش الذنب اقترفته؟ لا هي تحسب لك، غير هو دابا كيتطرح السؤال علاش هذا التشبت بالفريق. ممكن خلي كاينين ناس اخرين ممكن يسيروا. شكون اللي جا؟ شكون مزيان لا وضحي معايا الامور. شكون اللي جاو حيت لي الفرقه؟ هادو داروا استقاله يعني كان فراغ. لكن بلاتي قبل ما تكون الاستقاله راه كان حتى الفريق، هذه المجموعه اللي قدمت الاستقالات هي كانت واحد الوقت متشبته بانها تكمل في التسيير ديال الفريق. عاد موراها غتجي وكويزون ابوندوني. ما عرفتش، تنصادفوا حتى ونسولوهم علاش خلوه. وانا عطيتك على حاله قلت لك انا ما حيت حد ما قلت حيت قلت لي تشبتي وكذا. انا قلت لك الفريق الاخوان استقلوا يعني على راحتهم، ولكن انا ماشي حيدتهم ولا شي حاجه، هما اللي عن طيب خاطر حيدوا. دونك انا التشبت بالكرسي ما عرفتش. انا راه ماشي التشبت بالكرسي. انا تنشوف انه واحد الشخص اللي كيخسر من جيبه، وانت كتقول له كتخسر من جيبك باش باش الفرقه باش العجله كدور والفرقه لا نوقفوا على هذه. حيت إيسا ما يقولش عويلوا للمصلين ويحبس. دابا انا كنقول لك بدينا ياك خلص 7 مليون ديال الدرهم هذه في المواويت، وبدينا من المواويت حتى دابا شهر ياك بدينا غادي في شهر جوج. شهر جوج يعني لعبنا لالي كامل في 15 مقابله. يعطيني شي واحد عطى 1000 ريال برشي، انا جو ديفي كيكونك يقول انا عطيت 1000 ريال برشي باش غادا
ما دخلت فلوس من الجامعه، يعني خاطم ما دخلت فلوس من لا الجامعه. انا ماشي كان زعما لا ماشي ما صدقش زعما ولا تنكذبك، لا انا كنسائل غير الانسان علاش غادي يخسر من جيبو على قبل واحد الفرقه. دابا فهمتي، دابا انا من هذا المنبر ديالكم راه مزيان عطيتيني السؤال، حيت كيقدر يقول لك لا راه كيدخلوا الفلوس من هذه الجهه ولا من. انا كنقول اللي عاطي شي ريال يقولوا ودي راه عطيت هذا الريال. انا كنسير دابا انا كنقول 15 مقابله كنسير يعني بمجهوداتي حتى المنحه ديال الجامعه راه باقا ما خرجتش. يلا دابا السيد العامل مشكور والسيد رئيس دول الاخوان ديال هذا غادي يصادقوا عليه ان شاء الله في هذه الدوره ديال نهار الخميس. وتعرفي لا بروسيدير خصك واحد ان موا، دونك حنا غادي نشوفوا غادي مازال نجازفوا نشوفوا يخرجوا هاد المنحه يفرج عنها ان شاء الله الى اخر رمق. واش اللهم لا بالك نتخلى على الفريق ونخليوها راه غادي تمشي لا بغينا الفريق راه كان هو الممثل الاول ديال ولاد حريز ديال الاقليم. دونك فريق عريق نبغيو اننا نشوفوه في افضل حله. تكلمنا على الفتره ديال المنع، وهضرتي على واحد المساله، قلتي انه الناس المسؤولين على الشأن الكروي عارفيني وما دخلوا ولا كان لهم الفضل باش انني نرجع ويتحيد هذا المنع. ولكن ما تكلمتيش على الناس اللي كانوا معك في الفريق. واش الناس هاد اللي كنتي كتسير معاهم واحد الوقت واش تنكروا لك، واش ما لقيتيهمش متضامنين معك؟ والله استاذه شيماء والله ما بقيتش بغيت نهضر في هذاك الموضوع لانه صافي ولا كيأرقني. فهمتي ما بقيتش انا بغيتش صافي. عرفتي علاش؟ المسامح كريم خلي كل ما بغيتش نبقى لانه عرقني واثر فيا ذاك المشكل، اثر فيا بزاف ما بغيتش نبقى نجبدو لانه هضرنا فيه بزاف حتى الناس ملونا. فاللي دار شي حاجه الله يجازيه بخير. هذا الشيء. واخا نهضر معك دابا على المستجدات. يمكن شي يومين دابا اللاعبين كانوا في ما عرفتش واش كانت كونسونطراسيون في جديده، كانوا تمنعوا من انهم تمنعت الحافله ديال الفريق من انها تخرج من اللوطيل، انهم ما خلصوش شي حاجه. واش دخلتوا في هذه المساله؟ شنو كاين اللي عز عليه السبق. وهذا مشاكل يوميه كيكونوا شنو حافله مول الفندق عطيناه شيك ديال هذيك الاسبوع اللي الاقامه ديالو. قالك لا راه كاين دي سونتي عندكم شي حاجه قديمه. فهمتي؟ قلنا لي ما طلبتش هذا خذ دابا دابا وابري نتحاسبوا. صافي ابري راه تفهم وجات الحافله والفريق لعب. ما عرفتش علاش هذا الزوبعه اللي ناضت. هادشي دابا حنا هنا باش مزيان باش نوضحوا، لانه اللي تبارطاجا انه الحافله تمنعات واللعابه تا هما ما خلاوهمش يخرجوا من اللوطيل وخرجوا شي وحدين بالتخبيه. هادشي اللي وصلنا. لا علاش غيخرجوا بالتخبيه؟ هما اللعابه غيخرجوا بوجه محمر. اللعابه ما كيخلصوا. رئيس الشركه انا اللي كنعطي الشيك على اللاعب خارج بالتخبيه هو اللي كيخلص. لا يصير كيبغي. انا تنقول لك شنو تقال باش تصحح لينا. لا راه انا معاك، انا شفت شي حاجه، ولكن مع الاسف ما غاديش نمشي كل واحد غنجاوبو. دابا هذه مناسبه من البندر ديالكم توصل الرساله. راه هادو مشاكل يوميه. ما عرفتش انا علاش كيسال كيدخل في هاد لي ديتاي. هادو مشاكل يوميه. علاش واش كاين شي حاجه كتسير هكاك عاديه؟ هادو مشاكل. راه حلينا المشكل مع السيد ومولوطين عيط لي شخصيا وراه باقي كيعتذر ليا قال لي ودي اسمح لي رانا غير هذا. قلت له وانت عارف المعامله ديالي. قال لي انا كنعرفك مزيان وهذا المنبر ديالكم والله الا رد لي الشيك ردوا لي الشيك ردوا لي. قال لي ها انت تيكونوا الفلوس كاملين ونعطيهم لي. اكثر من هذه الثقه راه ما كايناش. كون كانت هو السوء النيه ديالو غياخذ الشيك. عطيته لي ديال 60000 درهم وردوا قال لي خذ خليه عندك. اذا انا كنشكروا من هذا المنبر ديالكم. شي واحد جا وسوس ليه ولا شي واحد دماغه ولا الله يعلم هذا، ولكن من بعد راه اعتذر لي. مساله اخرى بخصوص المستشارين. اعتقد في هذا الموسم ما كان حتى شي مستشار للفريق. هاد السنه لا ما عندناش، ما كاين حتى شي مستشار. ما كاينش. واش الناس ما بقاوش كيتيقوا في الفرقه؟ ما بقاوش كيتيقوا في المسيرين؟ ما بقاوش كيتيقوا؟ شنو السبب؟ لا واش المستشار كانوا شكون المستشار اللي كان يعطينا حنا؟
كان اعتقد شي شركات تما محليه عندكم. شكون اعطيني شي ما واحد. عنديش الاسماء، ما كاين حتى شي ما واحد. عرفتش الاسماء بالضبط، ولكن كانوا كيبانوا لينا كنا راه كنا كاين كنديروا، ولكن شي واحد شي اشهار ديال هذا انا معاك. شوف كاين الوضوح، انا معاك. لا دابا انت كمسير ما كتقلبش على مستشارين حيت ما يمكنش تبقى تمول هاد الفرقه من عندك، انا ما كتدقش البيبان الناس تمايا ديال انا ما نعطيش شي واحد فرصه من هذا المبرر ديالكم، ما نعطيش شي واحد فرصه ولا شي واحد اطرق الباب شي واحده صناعيه ولا نمشي عندو. جامي ما عمري لا، نمشي ولكن من اسلوب. اجل الفريق لا هادشي اللي كيديروه كاين الفرق. الكرامه ديالي قبل كل شيء. لا انا ولكن باش نمشي انا واحده صناعيه وما يخلينيش ندخل باش تقبل. لا علاش غادي راه كاين الفريق راه كيشوفوا فيه اللي بغى يعاون غادي هذا باش نمشي انا للوحده الصناعيه ويحبس عليا الباب. لا ماشي بديك الطريقه، غير لا. هو دابا مثلا كاين فروق كيقاد واحد الدوسي دو سبونسورين كيمشيو عند شركات كانوا الاخوان اللي كدعم كيعطيها الملف، ها انا كفريق ها شنو غنقدم لك، ها شنو غتعطيني، ها شنو غنعطيك، شوف حنا واحد الوقت تم التوافق. الا رجعتي غترجع للصبوره هذه واحد العامين، غترجع للصبوره ديال الترتيب ديال هادو غاد الكيبرشيد واحد 3 الاسابيع يدير فريق اول. يعني قلت انا فريق اول الرتبه الاولى. الرتبه الاولى درنا حنا قبل الوداد والرجاء والجيش درنا، ومع الاسف ما كاينش تعاطف. واش كثر من هذا في الرتبه الاولى وما بغاش شنو باش غتقنعوا الانسان. كاين فروق مع الاسف منهم برشيد كيخلص ضريبه انه ما عندوش شي محبين اللي عنده محبين من بعاد وهذه، ولكن اللي يجي يناضل معاك ولا يعاونك مع الاسف ما كاينش. انا صريح اكثر من الصراحه ما كايناش. المنخرطين عدد قليل. المنخرطين دابا 11 منخرط ولا اكثر. اظن هذا هو العدد. كان في السنه الفارطه راه كانت شي 33 ولا 34. ولكن ما غاديش كما قلت لك راه ما يمكنش نمشي انا نحبب واحد بواحد الحاجه ما يبغيها، خاصو هو يجي من تلقاء نفسه كما كنشوفوا دابا في الفروق. اما واش منخرط نجي نقول لي انا نخرط؟ لا حيت عاوتاني هاد فاش كيكون العدد قليل ديال المنخرطين تتقول واش ربما الاداره اصلا المسيرين سادين الباب ديال الانخراط ما باغينش يتزاد معاهم شي واحد، ولا ديتو ديميني كاع دوك كيتفتح الانخراط ما كيسيقوش الناس الخبار. لا كنديروه في جريده، وكان المونطون ديال 10000 درهم هبطنا ل 5000 درهم باش هذا، ولكن مع الاسف ما كاينش شي اقبال. ما كاينش اقبال. هذا هو اللي كاين مع الاسف. هذا هو اللي قلت لك الاكراهات. اذا هادو هما الاكراهات اللي كتصادف. واخا السي بايدي في هذا المسار الطويل ديال التسيير، شنو الاخطاء اللي درتيها كرئيس كمسؤول اول على التسيير ديال الفريق؟ اخطاء ما فهمتيش. دابا ضروري من الاخطاء، ما يمكنش عاود نسيروا واحد التجربه بدون اخطاء، سينو ما نلقاوش راسنا اليوم عندنا مشاكل ماليه، عندنا مشاكل، عندنا توقيفات، عندنا هذه هي التوقيفات. انا هذاك خطا. لاش؟ لانه انا ما درتش واحد الحكمه، ما درتش هذاك ما مارسش حقي كرئيس. فهمتي؟ انا بهذاك الحب ديالي الاعمى هذا كان هذا انا تناخذ المقعد ديالي ولا ما نمشيش للتيران كاع ونمارس حقي كرئيس. فهمتي؟ ربما هذوك انت تصرفتي كمشجع كيبغي الفرقه، هبطتي للتيران هذاك الحب ديالي الاعمى كنهضر سبونطاني كنهضر. فهمتي؟ ولكن من هذيك اللحظه واش صافي كانت مزيانه، راجعت نفسي صافي ما بقيتش كاع. دابا ما بقيتش كنمشي للملعب صافي. لا من غير هذه النقطه تنهضر حتى على السقوط دابا القسم الثاني، على المشاكل الماليه. يعني شنو المشكل اللي ما نهضروش كاع عليك، شنو الاخطاء اللي ممكن يديرهم واحد المسير باش الفرقه يولوا فيها هاد المشاكل من هاد الندوه؟ لا نحطك في الصوره باش بنادم مزيان اللي كيتبع الكره غيفهمها. راه كاينه واحد الفروق محسوبين على راس اصابع. انا غنقولهم لك من كاين الوداد، كاين الجيش، انت كاين بركان، كاين واحد 6 الفروق ولا 7 هما اللي عندهم استقرار. فهمتي؟ اما الاخرين راه لاسونسور كل لعب تشوفي ما عرفتش لعب. وخصوصا دابا مع الباراج اللي ولا دابا ولا 15 16 يطيحوا و13 و14 يديروا الباراج متبع معاه.
دونك غادي شوفي شحال يعني راه غادي يبقى واحد 7 ولا 8 الفروق اللي مع الاسف ما يعني كاين واحد الفراقي غير منشطين البطوله وصافي. غيبقاو ديما يبان لك ديما هذاك كيتحرك الاخر راه غيبان لك ديما في السبوره يعني هذا الاستقرار اللي كنهضر عليه منين كيجينا الاستقرار ديال واحد الاستقرار؟ واش حيت عندهم ناس مثلا وازنين في الجامعه، واش حيت عندهم دعم كافي، واش نوعيه اللاعبين، واش نوعيه التسيير، واش شكون ورا ديك الفرقه وشكون كيدعمها، واش ما عرفتش والله. ما يمكنش نجاوب على فراقي، ولكن عندهم استقرار. وربما حنا كانوا عندنا حنا في برشيد لكن كان عندنا استقرار، ولكن التصدعات الداخليه ديالنا هي اللي خلاتنا، هي اللي خلصنا. مرات حنا كان عندنا استقرار، ولكن باش نقول لك رانا غنضمن لك نبقى في القسم الوطني الاول وانا كتبان لك قلت لك انا في المرتبه الاولى قبل الوداد وقبل الرجاء، يعني 3 أسابيع والملعب كيبان لك خاوي. كيفاش غنبقى؟ واش انا نحبب الناس نقول تعالوا هو برشيد بزز، فهمتي؟ ولا كنشوف الملاعب مقتضى بهذا. انا كيعجبوني مثلا واحد العدد ديال الجماهير قلنا طرا مثلا كيبقى طاحت الفرقه بقى اسفي مكناس فروق عريقه كيبقى الجمهور كيبلاصاو مع الفرقه وهذا جمهور. ولكن كان شي واحد يغازل هذاك الجمهور ديال برشيد وما كاينش عندنا جمهور. انا نغازل نقول لك الحق هذاك الجمهور واحد شويه قليل، عدد قليل، وشحال قدنا حنا نبقاو ناضلوا؟ ما يمكنش. ملي ما تلقايش على الاقل تلقاي واحد 1000 ولا كتلقاي التيران فيه 100 في كل شيء. حتى الجمهور سند. متفقه معك، الجمهور طبعا تيلعب دور سند في التيران، غير هو عاوتاني الجمهور ربما ما كيبان ليه ما كيبانليهش الامل في الفرقه، ولا كيحس ان الفرقه ما كتمثلوش، لانه كاين هذا النقاش عاوتاني ديال كيقول لك الانتدابات اللي تديروا ما كتجيبوش ما كتنصفوش اللاعبين ديالنا ديال اللي تكونوا مثلا في المدينه، ما كتسمعوش النبض ديال الجماهير. لانه مثلا الفيسبوك كاين دي باج ديال اليوسفيه كيبان لك انه بنادم متبع، ناس متبعين، يمكن في الواقع ما كاينينش، ولكن مزيان من قلتي الفيسبوك انتقادات خودي على قلبك هذاك ولكن الغد في التيران ما لقيت واحد لاعب مقابله مهمه ما كاينش. قول هذوك اللي في الفيسبوك كانوا هما اللي في التيران كنا حنا لاباس، ولكن الفيسبوك باغي غير يمشي. هذا راه صحاب اللي باغي ينتقدوا. رانا كاين مخلوقات وكائنات عايشه في كل زمان ومكان، هادو غيبقاو ديما النقد، فهمتي؟ اجي ها الواقع. هو انا كنقول لك برشيد ها الاكراهات اللي عندنا اليوم. عندنا هذا يعني من بين اكراهات تيجي دابا الوطين، يعني كل ما دخلتش انا وهذا المدرب قال لك خصني واحد التربص، نقول لي لا انا الوطين ماشي بغيت نصيفط انا الفرقه، ولكن المدرب ارتاء قال لك اودي باش نمشيو لواحد نديروا واحد التربص في هذا الروتور ندخلوا ان شاء الله يعني باغي يخدم المدرب، ولكن ما عرفتش فوق طاقتك لا تلام. حنا كنديروا ما يعني ما في الوسع ديالنا باش ان شاء الله، ولكن غادي ان شاء الله باقي عندك الامل انه غادي تقاد. انا من عادتي كرجل تحدي، والحمد لله معنا سيد العامل ولا الاخوان ديال المجلس البلدي. حنا غادي ان شاء الله نعالجوا، لان بوحدي انا ما ندير والو باش نقول لك انا غادي بوحدي نضوي البلاد ما يمكنش، ولكن خص تضافر الجهود ويتعاونوا معنا الاخوان باش الفريق نحاولوا على الاقل هذا العام نديروا المانتيا. الا درنا المانتيا رحنا ديجا، لانه ما يمكنش تخلصي الليتيج وتجاري لو كوتيديان وتقولي رانا كنقلب على اوبجيكتيف. واش لوبجيكتيف؟ وما يمكنش السي بايدي دير هادشي وانت بوحدك يعني، ولا بد انك تشوف ناس اخرين اللي غادي حتى هما انا معايا الاخوان، ولكن الاخوان اش غادي راه تما مساكن يعني اللي في استطاعتهم راه كيديروهم. غاديش لان هاد الارقام اللي كنعطيك راه كبيره بزاف. هاد الارقام اللي كنقول لك مليار و600 تخلصي يعني تخلصي من الناس 6 مليون درهم ولا وباقي دابا محاش. انا كنقول لك الشطر الاول والشطر الثاني ديال المنحه ديال العصبه الاحتياطيه ما خدناهمش، راه كلهم مشاو لليتيج. يعني باش ديمارينا
راه هي باش عطيتها القبيله، هذا هو السؤال العارض. فلوس الجهه ما خدناهمش هذا العام، شوف واش ما خديتهمش ولا حتى هما مشاو للليتيج؟ لا غيمشيو للليتيج، لان انا عطيتهم سينيت مشاو. انا سينيت انا عطيت 7 مليون درهم هذه عطيتها، وسينيت تعهد. التعهد سينيت على هاد الفلوس، لا ديال هاد البريمي ترونش والدوزيام ترونش ولا فلوس ديال لا ريجيون، تما غيمشيو للليتيج. والدعم ديال الجماعه دابا لا الجمع راه هو اللي كنتسناو فيه باش نخلصوا. كنقول لك هذه 15 ماتش وانا كنسير يعني، واللاعبين الباقي ما خاضوش تقريبا واحد 3 شهور ولا 4 مازال ما تخلصوش. ولاعبين دائما في احتجاجات حتى هما. لا اللعب دابا اللعابه ما بقاش كيمشي عندهم. علاش؟ لانه واش اللعاب شي جاي من فاس، شي جاي من طنجه، شي عندي افريكا من الكونغو، فاش غيعيش؟ توفر ليه ما وفرش ليه، هذا ما يمكنش، حتى هو ما غيعطيش، هو ما مرتاحش. واخا سي قويدي دابا انت كتبان لي يعني متثبت بالفريق بالرغم من هاد المشاكل كاملين اللي فيه وكتقاتل معاه. غنهضروا على واحد المساله. انت في نفس الوقت برلماني وتدير السياسه وهذا، واش الكره كتعاونك في السياسه ولا السياسه كتعاونك في الكره، ولا شنو العلاقه بين هاد؟ حيت كاين اللي كيقول راه هاد الناس حيت دابا الاغلبيه ديال رؤساء الفروق ولا الناس يعني بارزين في فروق مغربيه تيديروا السياسه، الناس ولا المتتبعين كيقول لك راه هاد الناس كيمشيو لفراقي د الكره باش واخا انت درتي يمكن الكره قبل السياسه، كيمشيو لهاد الفراقي باش زعما يستقطبوا داك الجماهير فيما هو سياسي في الانتخابات في هاد الامور. انا الكره ما كتخدمنيش في باش من ناحيه البرلمان ما كتخدمنيش. انا كيصوت عليا الاقليم كامل، ما كيصوتش عليا المدينه. وحاش انا مصوت عليا 22,000 مصوت عليا في الجماعات كاملين اللي تابعين الاقليم. يعني وبرشيد حنا جينا فيها 5000. يعني شوفي شحال ديال لا ديفيرونس. دونك حسابيا هي باينه. 5000 ما ندوزكش برلماني. يعني انا جبت 22,000 صوت. انا كنقول الكره غير كنبغيها وكنبغيها كما قبل هذاك الحب الاعمى. الله يفارقني مع هذا بلاد نوب. هذا هو اللي هو راه انا معاك. ما عرفتش انا ما يحين الوقت بعد ولا، ولكن خصني نطوطر، غادي نحيد لانه الكره صعابت كانت سهله، ولكن مع هذا الشيء ملي كانت في الظلمه دابا الاضواء ولا ما لا ماشي ما بقيتيش دابا راه ادنى خطا كتشد منه المتابعه. لا ماشي خطا ديال لا ماشي خطا لا تجاوب. يعني ملي كيولي راه نشرح لك عاد بالعامي، ملي يولي المدخول يعني قل من الخروج. يعني كتخرج كيتيشارش غتقلب على شي حاجه اللي ما فهمتي، ما عندكش هذاك الاكتفاء ذاتي. ملي ما يكونش اكتفاء ذاتي راه غادي تولي غنبداو نديروا شي حاجه اللي ليغال، وانا من ماشي طريقه هذيك. انا كوم سا ستريكت ما يمكنش ندير شي حاجه اللي تنولي، لانه خص تلتزم المداخيل. يعني شحال غتخرج شحال انت كتدخل هذاك العدد قليل غتدخل. انا دابا المدخول كله 4 مليون درهم، وانت غتلقى راسك في الاخر غتلقى راسك على الاقل خاصنا واحد 8 مليون. هذه اللي بغينا نديروا المانتيه باش فين غتبقى ديك 4 مليون ملي غنمشي نجيبها لا ديفيرونس. دونك هنا كيولي عدم التكافؤ، كتولي ديزيكيليبر. ما يمكنش هادشي اللي قلت لك. ولكن في نفس الوقت كيف قلتي انت مازال عندك التحدي، وانا كنت شفت لك واحد المقابله وقلتي واحد الكلمه، قلتي الناس كيسحب لهم راك كتربح شي حاجه ولكن انت غير مبلي. سي صاب. وانا انا جو لا كونفيرم اوجوردي. هادشي اللي كاين. انا ناكد لك اليوم بانه هذاك الحب ديالي هو اللي مخلاني متشبت بالفرقه، لانه حليت عيني فيها وكل شيء فهمتي. وانا عزيز عليا برشيد فهمتي. راه لا بريبار ديال الناس راه اللي كاينين ما مساكنيش في برشيد. انا رانا ساكن في برشيد وعايش في برشيد وكل شيء. النفس ديال الانتماء انا اتنفس برشيد واتمنى يواريني ترابها. هذه بعد عمر طويل ان شاء الله. هذا هو هذه الامنيه ديالي، لانه انا كنحب برشيد. شنو غندير؟ اي واحد كتلقى عنده واحد شي
بهذه العباره بليه. واحد البليه. بليه انا ما جي جامعه ما عمري يعني حتى الكارو ما عمري، ولكن نهار حليت عيني في الكره انا باقي في الكره. هذا هو هضرنا على برشيد وعلى اقليم برشيد، ومادام تنهضروا على الرياضه، شنو قدم سي نور الدين البيضي كبرلماني للاقليم فيما يتعلق بالرياضه؟ مثلا عندنا ما نهضرش على برشيد المدينه، ولكن كنهضر على الاقليم كامل. كاين مشكل ديال ملاعب القرب، حتى الملاعب ديال مثلا عندنا في حد السوالم كاين مشكل ديال الملعب، كاين متنفسات ديال الشباب الى غير ذلك. واش كبرلماني كتنقل هاد المشاكل اللي عندها علاقه بالرياضه، دابا هنا الكونسيبت ديالنا رياضي، الى قبه البرلمان؟ لو حتى في الجامعه ملي كنت هذا انا المناسبه دولة يعني الجمعه ديال ولاد عبو راه درنا فيها ملعب اصطناعي. راه هذا كانوا غير شي مشاكل لانه كان عندهم غير تيرباتي. انا اللي كنت سبب باش كذلك الكاره راه كان عندهم تيرباتي، دابا راه عندهم ملعب تما دخل في هذا. يعني راه كانت عندنا اللي ديالنا في واحد المجموعه ديال يعني البنيه التحتيه ديال هاد المدن اللي قلت لك. مع الاسف اخرى كاين الجامعات اخرى غير مراكز. مثلا السوالم عندهم بروبليم ديال لو سيت، ما عندهمش هما ما عرفتش لو سيت الفونسي ما عندهمش. دابا هما راه ماشي قضيه، راه المشكل عند الاخوان ديال الجماعه في حد السوالم خصهم هما يوجدوا واحد الفونسي. لكن مؤخرا كنظن كاين شي انا سمعت راه كاين شي فونسي ولكن ني با اونكور ديسپونيبل باش ما عرفتش الصراحه الوضعيه فين وصلت، ولكن سمعت كاينه شي حاجه. هادو هما واحد حنا دابا هادو هما المراكز. كاين غير والضروح حتى درنا فيها ملعب سينتيتيك. يعني واش عندك شي درايه بالاقليم ولا لا؟ هادو راه كاع كانوا تيرباتي هادو، وهادو كلهم دابا ولاو لا الدروه ولا الكاره ولا ولاد عبو. تهضر على المشاريع ديال الجامعه يعني ولكن راه مني كنت انا عضو في الجامعه راه انا اللي وقفت في هذيك المشاريع وانا اللي قررت عطيناهم باش علاش انا سولتك هذا السؤال؟ لانه على مستوى التواصل كاين هذا المشكل. ربما تيكونوا مشاريع سواء مبرمجه، سواء غادي يتم التنزيل ديالها، سواء يلاه قيد دراسه، ولا يلاه نقلبوا على شكون غادي ياخذها، ولكن ما كتوصلش المعلومه للمواطن. كاين مشكل ديال هذا التواصل بين المسيرين لا رياضيين لا سياسيين وبين الناس العاديين المواطنين اللي متبعين. دونك هذه فرصه باش نعرفوا شنو ربما انا قليل الخروج اعلاميا ما كنكونش ربما هذا هو. اما راه خدمنا في شي حويجات هذا يعني حتى اقليم برشيد تقولي اقليم يلا كاينين واحد 4 المدن 6 ياك كاين السوالم الكاره الذروه سيدي رحال الشاطئ باقي مع الاسف. بالمناسبه هذاك سيدي رحال تم خصم ملعب سينتيتيك، وغادي ان شاء الله غادي نسهروا عليه باش ان شاء الله نشوف مع السيد رئيس الجامعه، لانه هذيك المدينه كبرات وتبارك الله. ويعني هي المدينه هذيك ساحليه، هذيك هي ليماج ديال الاقليم. ففي الحقيقه خصهم الملعب يكون سينتيتيك ان شاء الله يليق بهذيك المدينه ان شاء الله. ما كاينش تدخلات خارجيه يعني من خارج الفريق اللي كتعطيك مثلا توجيهات اللي ديرها في اطار التسيير ديال الفريق على مستوى العصبه، على مستوى الجامعه، على مستوى j'ai pas compris sincèrement j'ai pas compris votre question. بمختصر، واش ما كيكونوش تدخلات ولا ضغوطات على المسيرين ديال الفريقين من طرف المسؤولين مثلا في العصبه كونسيرنو كوا باش يدخلوا في مختلف زعما النواحي، سواء في الطبيعه ديال مثلا الانتدابات اللي غادي دير في لا ابدا حتى لا الجامعه ولا العصبه ما كاين. لا كاين خطوط عريضه اللي خصك تمشي معاه، ولكن باش يوجهك هو اورينتيك علاش غادي كيفاش راه كاين ضوابط اللي تلتزم بها باش يوجهك. قبل ما نبداو الحلقه كنا تكلمنا شويه على المساله ديال الشركات الرياضيه، يلاه ولات مع هاد
قانون 30/09 واللي بزاف ديال المسيرين باقيين تيلقاو فيها اشكال، لانه الكادر ها هو واضح وكاين، ولكن على المستوى العملي كاينين بزاف ديال الاشكالات. شنو المشاكل اللي لقيتي انت في التسيير ولا في هذا الانتقال من ماشي انتقال، لانه الجمعيه راه مازال غير هاد الاحداث ديال الشركات من طرف الجمعيات؟ لا باقي هذا المشكل راه كاين مطروح في المغرب كامل. وي هذا المشكل لانه أكبر كاين الفروق. كاين تداخل باقي ما انا فيت مني شرحتها ولا. انا كنقول الجمعيه دابا ما بقاش غير ماشي ما بقاتش تمشي اون باراليل، ولكن هي كيحكمها واحد القانون ديال الحريات العامه ديال دابا القانون اللي دابا الشركات اللي معمول به راه هو 30/09 هو ديال الشركات، يعني عقود احترافيه. دابا مثلا هذه اللي تيجي لي عندنا اللي سردت عليك منذ قليل، واش كيتبعوا الشركه ولا كيتبعوا الشركه؟ راه الشركه هي اللي كدير عقود، هي اللي كتبرم بعقود. الجمعيه ما كتربطها، يعني ما عندهاش شي عقود. الجمعيه ممكن دير شي حاجه ديال عرفتش هادشي ديال المدرسه، هادشي ديال الفئات الصغرى تكوين، ولكن كل ما هو احترافي راه هو كيتعلق بالشركه. هذا هو المفهوم ديال الشيء اللي كان وقع عندنا مثلا في برشيد. حنا هما الاخوان ديال الجمعيه ما بغاوش يعرفوا هاد المساله، هي اللي قبيله قلت لك ما بغيتش نبقى نجبدها. كان التدخل في الصلاحيات ديال الشركه. هذاك التدخل هو اللي ارق، لان الفلوس دخلوا كيدخلوا مثلا اللي كتدخلوا من الجامعه هذاك كيمشي اوتوماتيكمون للشركه، ولكن اللي كتدخلوا من الجامعات المحليه، يعني من الشيء ديال الجمع شنو المال العام. المال العام هذا كيمشي للجمعيات لانه ما كيجيش للشركات. دونك الاخوان ملي جاو هذاك المونطون مثلا من ما بغاوش يدوزوا للشركه، وهو اللي خلى الفرقه طاحت. علاش قلنا ما بغاش نبقى هذا الموضوع، ما بغاش نبقى لانه ارقني ومرضني، ما بغاش نبقى ندوي فيه لانه عيت ما نشرح في هذه العمليه. راه الفلوس هذوك راه انا اللي صارت عليهم ملي كنت في الولايات، يعني راه جوج ولايات وحنا اللي خرجنا البرشيد هذيك هي باش يمكن لها تزيد هذيك السيفونسيون. مع الاسف كانت واحد، يعني كانت ليونه كنا ما بين المجلس مني. دابا الفلوس ولاو كيجيو للجمعيه، ولينا كنلقاو صعوبه الجمعيه هادو الاخوان ديالنا ما كيبغوش يدوزوهم للشركه، وهي اللي اثرت على الفرقه طاحت. ما كناش نطيحوا، والله كون جاو هذوك الفلوس ما نطيحوا مع الاسف. ونتمناو انه الفريق بدا يحافظ على الوجود ديالو بدا في القسم الوطني الثاني بعدا. لا واش دابا موراها نشوفوا الامكانيه ديال لا القسم الوطني الثاني راه ماشي ساهل، راه صعب من القسم الوطني الاول. انا كيبان لي القسم الوطني الاول راه كيبان لك في التلفزيون كاين لا ترونسبارونس واضح كلشي. القسم الوطني الثاني راه صعيب شويه لانه ما كاينش النقل، لانه النقل التلفازي راه كيلعب واحد الدور مهم بزاف، لانه كتكون المشاهده وكتكون. اما القسم الوطني الثاني راه ما كاينش فيه المشاهده قليله، ما كيكونوش الماتشات منقولين. هذا وثاني كيصعب الاموريه. وكنلعبوا في السينتيتيك ثاني بزاف، هذا ثاني عنده تاثير لان بريمير ديفيزيون ممنوع تلعب في السينتيتيك، وراه كتنقص الجوده ديال اللعب، كينقص في القسم الوطني الثاني. هذا كيصعب الامور حتى هو. انا كندوي منك دابا تكنيك ممكن ندوي معاك. مادام تكلمتي على النقل التلفزيوني، وانا نذكر المساله ديال التحكيم اللي حتى تثير الجدل. شنو رايك في التحكيم ديالنا؟ لا انا شوف التحكيم غيبقى دائما هذيك ديما حتى يا ريت الله وارضه من علاه. عمرك غترضي فريق خسر يقول لك مظلوم، واش متابع معايا؟ فريق ديما هذا الجدل. رغم ما عمركم حسيتوا براسكم تظلمتوا في شي ماتش؟ لا فهمتيش، راه ماشي الظلم متعمد. لا نهضروا على الاخطاء. لا هذوك الحكام راه بشر، ممكن يغلط، ولكن راه ماشي يتعمد. هو باغي غير حنا مثلا ما كنصبروش، مثلا خسرنا لا بدا ترضي الحكم. واش فهمتي؟ خص الضحك. علاش قلت لك الحكم غيبقى ديما محل جدل، ماشي في المغرب، في العالم كامل ديما
الفريق اللي كينهزم ولا هذا كيقول لك راه الحكم. غير في المغرب الناس كيقول لك احنا عندنا التحكيم مقارنه مع دول اخرى عندنا مشكل، عندنا مشاكل زعما واضحه في لو ما نكونوا السوداويين انا كنقول لك دابا هاد الحكام دابا سيرتو هاد البيريود اللي كاينه دابا راه حكام كلهم جداد. يعني راه غادي تحالوا ثاني شي يعني واحد المجموعه غتحال على التقاعد هاد السنه. دونك هاد الحكام اللي يجي جديد يلا طالع تا هو كيتسلق المراتب باش يوصل اذا خصنا نصبروا عليهم راه عطاو فرصه. هي لان علاش قلت لك هاد الموضوع ديال التحكيم باش راه غيبقى دائما محل جدل. لانه علاش انا ربحت 3 نقاط انا صافي ما كنشوفش بقاش نخسر راه خصني نشد في هذيك الصغيره ديال الحكم خصني نشد فيها. دابا لا بليبار ما يبغيش يعترفوا ديما يقول لك لا هذا الحكم ملي كتكون لي عندك 3 نقاط راه الحكم مزيان كتخسر لا الحكم غتبقى هذه غتبقى. علاش قلت لك ما عمرها غادي ولكن راه دابا الفار وما يمكنش غادي يغلط الفار ويغلط هذا ما غاديش يغلطوا. راه الفار راه ولا كيحمل لا الفار دابا تيوضح الامور ولا كيحمل فروق بواحد المجموعه كيحمل الحكام بعدا بدرجه اولى. حنا برشيد في السنه الفارطه سجلنا اهداف وتا فرحنا وتعانقنا والفار عقب حيت ملي كتجي كتلقى فعلا اورج فهمتي ما كتبانش لك تبع الفرحه ما كتبانش لك. ولكن ملي كتعاود في الفار كتقتنعوا سيتو ملي تمشي لدارك تعطي الروبوزي كتقول راه الحكم على حق فهمتي. ولكن هذيك اللحظه حنا كنغوتوا ولكن هذه هي اللعبه. نهضروا شويه على اليوم المغرب مقبل على تظاهرات كبرى. عندنا كاس افريقيا في 2025 عندنا مونديال 2030. واش كيبان لك انه حنا واجدين لاستقبال هذه التظاهرات الكبرى على مستوى البنيه التحتيه على مستوى الجمهور ديالنا وكيفاش ممكن يكون في المدرجات على مستوى البنيه التحتيه حتى السياحيه ماشي غير اللي عندها علاقه بالرياضه. واش غاديين في الطريق الصحيح؟ انا نكون معك صريح. انا عشت دابا راه هذه واحد 3 سنين دابا وانا في الكره يعني 3 العقود راه شتان ما بين ديك الفتره وهاد الفتره. دابا المغرب راه عارف واحد النهضه كرويه بالفضل ديال صاحب جلاله الله ينصرو وكذلك اللي ابليكي على ارض الواقع نقول اللي كيطبق هذا الشيء على ارض الواقع هو السيد رئيس الجامعه. فالا مشيتي غنمشيو الان مثلا انا في الجاره الجزائر هذه واحد 3 سنوات راه ما يمكنش تقارن راه ما كاينش اوجه المقارنه. راه المغرب مشى بعيد. راه مع الاسف كون كانت تفتحوا الحدود ودير واحد الكومباريزون وتشوفي هذه الهضره اللي قلت لك المغرب راه مشى راه يعني غير دابا التي جي في هادو المشاريع الكبرى اللي غادا اون باراليل. شوفي يعني الطرق السياره كتشوفي تي جي في كتشوفي غير دابا غير في الكوب دافريك ديال اللي في 25 راه 9 الملاعب اللي كاينين دابا ما عمرها كانت. انا راه مشيت كاع حضرت كنت في الكاميرون حضرت في الكاميرون كنت كتمشي حتى مع البعثات ديال حضرت في الكاميرون حضرت في الكوت ديفوار حضرت في واحد المجموعه في مصر حضرت في المغرب راه مشى بعيد. يعني باش تكون عندك 9 ملاعب هذه اللي رسميه غتلعب يلعبوا فيها. اما راه حنا كنمشيو تما الفرقه تلعب وتستنى الاخرى كتسنى في دول اخرى. فالمغرب خصنا نفرحوا بهذا يعني بهذه المشاريع الكبرى اللي غاده. والمغرب ان شاء الله غادي يكون جاهز ان شاء الله في 2030 كون على يقين غادي يكون ان شاء الله جاهز لهذا الحدث ان شاء الله. كنتمناو ان شاء الله نتمناو الفريق الوطني يكون جاهز والبنيه التحتيه تكون جاهزه وحتى الفرق الوطنيه تقدر تواكب هاد السرعه باش غادا الرياضه ولا كره القدم الوطنيه. غنعطيك سي البايدي شي اسماء تعطيني رايك فيهم. مرحبا. نبداو بسي عبد الرحيم الكاملي. سي عبد الرحيم الكاملي من ناحيه شنو خالي رايك فيه علاقتك به؟
علاقتي ب كي دايره دابا مزيانه مورا المشاكل اللي كانوا؟ لا لا ما كندويش انا وياه دابا باش نكونوا صالحين، ما كندويش انا وياه لانه ما ازرنيش في هذا، محنة. ومن اسباب المحنه ديالي هو انا اكثر من هذا الصراحه ما كاين. شنو نقول لك، كنتمناو انه ترجع للمياه المجاريه لانه الصلح خير في اخر المطاف. بشعيب بن الشيخ واش هذا الكوليك ديالك؟ لا هذا صديق ديالي وواحد القضيه انه تو كيرجع لي الفضل الكبير في النادي الرياضي السالمي، لانه انا عرفت التضحيات الجسيمه اللي قام بها، وكذلك تو مجهود يعني شخصي، يعني كي رجل ميدان. هذا رئيس ديال العصبه الاحترافيه بالقشور. السي بالقشور رجل براغماتيك عمالي كيأدي الواجب ديالو، و حتى هو لقى لي كونترا، لقى صعوبات، لانه هاد كما قلت لك هاد الصعوبات اللي كيتعيشوا من الانديه، ففي الحقيقه راه كيقاسي مسكين، لانه باش راه غير حنا برشيد الله يسمح لنا منه، راه حنا برشيد دابا كيجي حتى البرشيد يحل لنا المشاكل، فالله يقويه ان شاء الله ونشوف المهمه ديالو، لانه حتى هو عنده مشاكل، فعلا عنده مشاكل. قبل ما نختموا، علاقتك بالرؤساء ديال الفرق كي دايره؟ علاقه طيبه. عاود لي راه بقاوش الرؤساء القدام بزاف، شكون اللي كاين؟ كلشي مشى، راه بقى واحد شحال بقاو فرصه فين يجينا جيل جديد. فرصه فين يجي جيل جديد. راه قلت لك قبيله شنو المشكل اللي خلاهم يمشيو، لانه التراكمات ما بقاش ديك التسيير ساهل، فهمتي؟ تراكمات كيجي كيلقى هذا، كيجي مسكين يتقاتل شي عيام ما يقدش، كاين الضغط ديال الجمهور ديال ما هذا ما كيستطيعش مسكين كينسحب بهدوء، فهمتي؟ حنا اوروزمون في برشيد ما عندناش هذاك الضغط الجماهيري اللي فهمتي، ما كاينش اصلا الجمهور اللي كيضغط وما كتنافسوش يعني على مراتب الصداره. هذا هو اللي بغيت، ما كاينش مشكل، الفكره اللي بغيت نوصل لك. وهذا الشيء كنظن هذا عامل ايجابي اللي غيخليكم تخدموا على راحتكم. ايوا مع الاسف، المفروض يعني مع الاسف ولكن في برشيد الاستثناء. لا كان استثناء السنه الفارطه، كان استثناء. انا علاش ما حاولتش نهضر عليه بزاف، لانه صافي بغينا نتجاوز هذيك المرحله، ما غاديش نبقاو. رساله اخيره شنو تقول للناس ديال برشيد، الناس اللي كيتبعوا اليوسفيه؟ لا انا شوف، انا الناس ديال برشيد راه كنعرفهم واحد راه مدينه صغيره، الا هذا الجيل الصغير اللي طالع ما يمكنش غادي نعرف، ولكن كنقول لك لي زونسيال راه كيحبوا الفريق ديالهم وكلشي، ما بقاوش كيمشيو لا، كاين ظروف كلها، فهمتي؟ ما اسمح لي في هذه النقطه، راه كانوا ما عرفتش واش ما كديروش مبادرات مثلا. السوالم كانوا واحد الوقيته داروا واحد المبادره ديال يتكلفوا بنقل الجمهور باش شويه يبنيو هذيك القاعده الجماهيريه ديال الفريق. هادشي تيبغي شويه ديال التضحيات داك ما جسور التواصل مع الجمهور. لا شوف، درنا هاد التجارب، درناها يعني هذه 20 عام، فهمتي؟ ولكن راه كاين شي حاجه ما عرفتش كيفاش كود يعني شي حتى واحد الكورون يا كيدوز زي ما كيدوز. لا صافي، ولا تحب الواحد كتلقى راسك كتحب. واش انسان باش نحبك واحد الفرقه بزز ما يمكنش. دابا حنا هاد الجمهور اللي في برشيد يا اما راجي يا وداد، فهمتي؟ وكتلقى هاد القضيه ديال الطوموبيلات وهاد النقل، هادشي كتلقى نهار اللي تكون راجل كتقول كان هادو كون جاو 4 الكرام دخلوا البرشيد، دخلوا هذيك هذا ما ولكن هذا لا يمنع من انه المسير خاصو يحاول مع الجمهور، ما غيبغيكش بزز، ولكن لا انا ما بغيتش انا كنديرش. رجعي، انا قلت لك رجعي واحد 10 سنوات وغادي تشوفي برشيد كي كانت. برشيد اليوم راه ولات يعني قاعه مغطاه، من احسن القاعه المغطاه اللي كاينين في المغرب. واش اسبق لك شتيها ولا ما شتيهاش؟ من احسن يعني هذا اللعب بالنسبه يعني الملعب الكبير ديال مولاي الحسن، راك شي الحله اللي كاين فيها، لا الرازي ولا ديال الحي الحسني، يعني ما بقاش التيرباتي في برشيد، يعني كلهم اكثر من هذا، راه ما يمكنش ندير اكثر من هادشي.
راه خاص الجمهور هو يبغي الفرق، واخا هو يعطيك واحد السوتيه يكون وهذا، ولكن واللي ما جابتو محبه ما تجيبو حزاره سي الله يرضيك صافي. هذا هو هادي علاش ما نحبكش واحد الحاجه، خصك حتى تكون حتى كيما انا كنبغي الفرقه نبغيها حتى، ومن هذا نتعاونوا باش تخليني انا بوحدي. ولا هذا لا كنت جاهز، الجاهز اي واحد يبغيه، اي حاجه جاهزه يبغيها اي واحد، ولكن اجي من يكون انا مدبدب هذا بلي نكون واقف كاع لا تجي، فهمتي؟ اجي عندي منين نكون انا باقي نكون محتاج الدعم الله ومحتاج يرضيك. هذا هو الرساله، ما بلي يكون واقف. كيما دابا الفرقه نهار اللي وقفنا كلشي عاد ولا البروجي تمشي على الله، مني كنا كنمشيو عا نكريو وهذا الشيء. انا ما كنستحضرش لانه مع الاسف انا راه شريت 3 الحافلات البورشيد، نهار اللي جيت ما لقيتش عندها حتى، راه شريت 3 الحافلات يعني وجد لي كاع والسياره ديال 25 بلاصه يعني المشكل عندنا مشكل ديال ترونسبور. نهار اللي كنت كنكون كالوطن نكون غادي للناظور كنت كنخمم شكون اللي غيدي باش وكانوا عندنا 2 رحلات للناظور. الساعه كانت فتح الناظور وكانت هلال الناظور، هذيك الساعه في القسم الوطني كنت كنخمم غير هذوك الرحلات. عاد كنخمم نمشيو لوجده كنا كنلعبوا في اكادير. اليوم الحمد لله ولاو عندنا الحافلات، راه الاشاره من حافلات من يعني من نوع الرفيع، ماشي حافلات عاديات. فاذا برشيد راه قطعات اشواط، ولكن خاص كنقول لك مالغري صح خاص العوين، خاص العوين. ايوا هذه فرصه فين نوجهوا النداء للناس يعني الغيورين على المنطقه على الاقليم انهم يدعموا الفريق ديالهم. كنتمنوا لكم ان شاء الله التوفيق، ونشوفوكم في مراتب متقدمه في صفوره الترتيب، ونشوفوكم حتى في القسم الوطني الاول من جديد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سي قيدي لانك كنتي معنا بصراحتك المعهوده. ان شاء الله وشكرا. وانا بدوري نتمنى نكون ضيف خفيف يعني على المشاهدين ديالكم، وحنا راه الاشاره كل ما كان شي هذا راه حنا موجودين ان شاء الله. شكرا. شكرا. تحياتي.